بيان إلى الرأي العام في ظل الأزمات التي يعيشها العالم وحالة الشرق الأوسط من الحروب والأزمات الاقتصادية والفقر والهجرة وانتشار الأوبئة وحالة عدم الاستقرار السياسي والدبلوماسي والصراع الدولي على المصالح والموارد وفقدان الحلول الحقيقية والدائمة، تبقى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي انبثقت من الإرادة الشعبية وولدت من رحم المجتمع لتدير مناطق شمال وشرق سوريا. هذه الإدارة لا تزال تسير بخطى ثابتة نحو الأمام بالرغم من الهجمات المتكررة لدولة الاحتلال التركي واحتلال عفرين وتل أبيض جريسبي ورأس العين سريكة هنية ومناطق أخرى، وأتت إلى حرب المياه، وذلك بقطع مياه محطة علوك وقطع مياه نهر الفرات عن أكثر من 3 ملايين شخص، لتتسبب بأزمة إنسانية لمياه الشرب وقطع الطاقة الكهربائية وقطع المياه عن الأراضي المروية. استخدام المرتزقة السوريين في الهجوم على مناطق الدفاع المشروع في إقليم كردستان، والتي تعتبر الجبهة الحقيقية للدفاع عن الهوية التاريخية لشعوب الشرق الأوسط ضد المشروع العثماني والميثاق الملي. إننا في الأحزاب السياسية بمجلس سوريا الديمقراطية بمنطقة تربسبية ندين ونستنكر استمرار الدولة التركية والنظام الاستبدادي والقوى الداعمة لها بالهجمات على مناطقنا سواء عسكريا أو سياسيا أو إعلاميا، وبذلك يستمر النظام الاستبدادي في دمشق وما تسمى بالمعارضة في الائتلاف الداعشي التركي بالذهنية القوموية والعنصرية المتطرفة والاعتماد على الحلول العسكرية والأمنية واللجوء إلى انتخابات ومسرحيات شكلية وعدم قبول الحلول السياسية، والنتيجة استمرار الأزمة وحالة عدم الاستقرار، ويبقى الشعب الضحية الوحيد.